اهلا وسهلا بكم يا جماعه، معاكم زياد عزت وده فيديو جديد من قناتنا. النهارده مش جاي حل اللاعب عشان افيدك في الملعب من خلاله وخلاص، لا ده احنا هنحلل وهنستمتع كمان بكل حاله معانا النهارده، فركز معايا قوي بقى في كل حاله عشان صدقني هتستفاد جدا. النهارده هنتكلم عن واحد من افضل لاعبي خط الوسط على مر التاريخ، توني كروس. لاعب خط الوسط الالماني اللي مش بس بيتحكم في المباراه ورتمها، لا ده بيصنع الفارق في كل لحظه بيلمس فيها الكوره في المباراه كمان. في الفيديو بتاعنا النهارده هنركز على ابرز مهاراته اللي خلته واحد من اكتر اللاعبين تاثيرا في اللعبه، وهنعرض 4 لقطات مميزه لكل مهاره ونحللها زي ما عودتكم. والاربع مهارات دول هم التمريرات الدقيقه والذكيه، تاني مهاره ايجاد المساحه بين الخطوط، تالت مهاره القدره على الانهاء والتسديد، رابع مهاره العرضيات داخل ال 18. تعال نبدا مع اول مهاره معانا وهي مهاره التمريرات المتقنه والذكيه. توني كروس معروف بتمريراته اللي بتقطع المسافات الطويله بدقه، وده واحد من اقوى اسلحته في الملعب. هو مش بس بيمرر الكوره، هو بيفكر في كل خطوه قبل ما يمررها، وده بيخليه دايما متقدم خطوه عن اي لاعب تاني في الملعب. تعال نشوف اول حاله معانا. في اول حاله معانا في مهاره التمرير الدقيق والذكي، بنلاحظ ان كروس خد باله انه لو عايز يلعب تمريره خطيره على المرمى هتبقى صعبه تتلعب من هنا علشان هيبقى مضغوط عليه، فبينزل بين الاثنين المدافعين ويستلم الكوره في المساحه الكبيره دي براحته، ويرفع وشه ويلاحظ كارفخال اللي بيجري في المساحه هناك لوحده علشان يلعبها له ورا المدافع علشان يقدر يستلمها بكل سهوله. وفعلا كارفخال بيعمل كنترول جامد جدا ويجيب هدف عالمي. نتعلم من الحالة دي انك تعرف لو عايز تلعب في مكان تستلم منين، وتبقى دايما قارئ اللعب. يعني اول ما لاحظ ان لعيبة الفريق المنافس كلها في الجبهة دي، نزل استلم بسرعة ولعب في المساحة الفاضية في الجنب التاني. تعال نشوف تاني حالة معانا. الحالة دي كمان مشابهة للحالة اللي قبلها، بس الاختلاف هنا في انه محضر قراره قبل الاستلام، بناء على ان لعيبة سيلتيك كلها في الجبهة دي، والجبهة اللي هناك اوريدي فاضية او فيها مساحة اكبر عشان بسرعة يستلم ويعدل جسمه والكورة ناحية الجبهة الفاضية اللي فيها المساحة، ويلعب لكارفخال عشان يعملها عرضية وتيجي هدف بكل سهولة. تعال نشوف تالت مهارة معانا. هنا الحالة دي متفق عليها، وده يعلمك انك دايما تبقى متفاهم مع زميلك اللي معاك في الفريق. وباين جدا ان كروس وفيني متفقين على اللعبه دي. قالوا اللعبه هي انك يا فيني هتسحب المدافع معاك على انك نازل تستلم مني عشان تفضي المساحه اللي في ظهره، عشان العب لك فيها بكل دقه وذكاء فتروح انت والمرمى انفراد. تعال نشوف الحاله الاخيره والرابعه معانا في المهاره دي. في الحاله الرابعه كمان هتلاحظ فعلا اللي قلت لك عليه، فيني سحب كيم مين على اساس انه هيستلم ويضحك عليه، وتوني بيلعبها له بكل دقه في ظهره عشان يروح هو والمرمى انفراد بتمريره تحفه بصراحه. تعال نشوف تاني مهاره معانا اللي هي مهاره ايجاد المساحه بين الخطوط. الناس بتتكلم دايما عن ان ازاي كروس قادر يلاقي مساحه بين خطوط الخصم، ودي واحده من ابرز مميزاته، وهو بيقدر يقرا المباراه بشكل ممتاز ويحرك نفسه بين الدفاعات عشان يخلق لنفسه المساحه اللي بتخليه يوصل للكوره بسهوله. في الحاله الاولى معانا واقف وشايف ان دياز بيطلب الكوره وشايف المساحه اللي في ظهر الاثنين دول، ففعلا بيستغل خطا اللاعب ده انه خد الخطوه دي وفتح له زاويه التمرير عشان يلاقي المساحه مرتين، مرة بين خط نص الملعب وهو واقف عشان يعمل باص ويستلم، ومرة المساحة اللي في ظهر الدفاع عشان يلعبها لابراهيم دياز ودياز يجيبها جول. تعال نتعلم من تاني حالة معانا. هنا اختراق الدفاع جه عن طريق انه استلم ووجد المساحة اللي في ظهر المدافعين او ظهر اللعيبة دي، وتحرك زميله الذكي. كلنا شايفين المساحة دي انه قادر يخترق بيها الدفاع وكمان هو شايفها، فزميله بيقرأ المساحة فعلا ويتحرك فيها، فكروس يهيأ لكله انه هيلعب داخل ال 18، فبقراءته للمساحة اللي في ظهر اللعيبة دي وتحرك زميله يسوح الرجالة عشان يعمل تمريرة تخلي زميله يبقى وشه للمرمى بكل سهولة. تعال نشوف ثالث حالة معانا. في الحالة الثالثة معانا المساحة اتوجدت عن طريق تحرك زميله وعدلة جسمه دي خلته شاف المساحة اللي في ظهر المدافع ده عشان يلعب لكارفخال الكورة في المساحة دي ويبقى كارفخال وشه للمرمى بكل سهوله. تعال نشوف رابع حاله معانا. في الحاله الرابعه معانا هو ما وجدش المساحه بباص، لا هو وجدها بتحرك. هو كان ممكن يستلم هنا، المكان ده فيه مساحه، لكنه اختار خط الدفاع بتحرك عشان ده يورينا ان توني كروس دايما ايجابي على المرمى، ففعلا بيشوف المساحه اللي في ظهر بيكيه دي ويتحرك فيها عشان الكره تتلعب له فعلا يروح شبه انفراد هو وبنزيما ويلعبها له بالعرض عشان تبقى هجمه خطيره. ارجع شوف الحالات دي تاني وركز، وصدقني لو اتعلمت حاجه واحده من لعيب ذكي كل الذكاء ده هتفرق معاك جدا في الملعب. تعال نروح لثالث مهاره معانا الا وهي مهاره التسديد والانهاء. ما نقدرش ننسى قدره كروس على التسديد من مسافات بعيده رغم انه وسط ملعب، لكن كروس بيشارك دايما في الهجمات وبيقدر يسجل اهداف رائعه من خارج المنطقه. التسديدات القويه دي
دي مش سهله انك تسجلها خصوصا في المواقف الصعبه. بصراحه في حالات المهاره دي انا ما كنتش عارف احلل اقول ايه. بص معايا كده، في اول حاله تسديده بكل دقه وتكنيك تسديد عالي قوي. بالطريقه اللي بيسدد بيها او اللي بيسجل بيها بيبين لك ان التسديد ده شيء سهل جدا. فبالتكنيك العالي ده والتسديده والهدوء ده كله بيقدر يجيب هدف عالمي. تعال نشوف تاني تسديده معانا. بص الحاله التانيه معايا كده، انا كنت قاعد في القاهره وسمعت صوت العارضه من ملعب الاتحاد، تكتيك وقوه وثبات عالي قوي. تعال اوريك تالت تسديده. هنا هو بيستخدم اداه تعذيب الحراس اللي هو بيحبها، الا وهي انه بيسدد للحارس بكرف وكمان على الارض، واصعب كره تلعبها للحارس هي انك تشوطها له على الارض. بص بيعمل باص في المرمى والله. في حالة التسديد الرابعة واقف واخد قرار التسديد من قبل ما الكرة تجيله، عادل جسمه ويحطها للحارس بكل هدوء ودقة صعبة أو عالية. فكل اللي اقدر اقوله لك اتعلمه من توني كروس في المهارة دي هو التكنيك بتاع التسديد والهدوء كمان، وانك لو خدت قرار التسديد مهما كان ايه ما ترجعش فيه، او اي قرار عموما لو خدته ما ترجعش فيه، الا في حالة لو اكتشفت لعبة تفيد الفريق اكتر. بس خليك دايما عندك الجراءة انك تبقى مسؤول عن قراراتك سواء صح او غلط. هي دي شخصية لعيب الكورة، وخليك دايما فاكر ان مفيش حد ما بيغلط. تعالى يلا نشوف اخر مهارة معانا. اخر مهارة معانا هي مهارة التمريرات العرضية داخل ال 18. التمريرات العرضية هي واحدة من اقوى مهارات كروس، وده لانه دايما بيوزع كرات عرضية دقيقة للمهاجمين داخل منطقة الجزاء. مش بس كده، لكن كروس بيقدر يحدد الزمن والمكان اللي لازم توصل فيه الكرة عشان المهاجمين يكونوا في افضل وضع ممكن. تعال نشوف اول حالة معانا. اول حاجة كروس لاحظها هو ان في لاعب جاي ماسك كريستيانو واللاعب التاني غطاه، وساب كاسيميرو اللي جاي في الظهر لوحده خالص. ففعلا كاسيميرو اول ما لاحظ ده طلب الكوره، فبيعدل جسمه والكوره علشان يقدر يلعبها له، ويلعب له الكوره بشكل متقن جدا على راس كاسيميرو ويجيبها هدف. تعال نشوف الحاله الثانيه معانا. هي الحاله هنا عباره عن فاول او خطا. هنا اول ما لاحظ ان مودريتش بس اللي على العارضه القريبه، ومودريتش طبعا ما بيلعبش بدماغه، وان الطوال كلهم ورا، وانت كلاعب هتلعب الكوره زي دي لازم تلعب الكوره على ابعد نقطه علشان تبقى في ظهر الدفاع، فتبقى صعبه عليهم. ففعلا ده اللي بيعمله توني كروس، ويطلع حد يجيبها هدف جامد جدا. مش قادر احدد مين بصراحه. تعال نشوف ثالث حاله معانا. هنا رفع وشه ولاحظ ان اسينسيو خد خطوه قبل المدافع ده، وخط الدفاع كله مش شافه وهو بيتحرك، فبيتقل على الكوره عشان تيجي في مكانها المناسب عشان تروح صح. وفعلا بيلعب تمريره بكل دقه عاليه جدا على راس اسينسيو. وطبعا اسينسيو بيقلب صاحبك اللي في الحجز اللي بتلعب له كوره زي دي مره واحده في مسيرتك الكرويه كلها وبيضيعها. ولنكتفي بهذا القدر لان تعبت بصراحه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. زي ما شفنا توني كروس مش بس لاعب وسط عادي، ده لعيب قادر بيصنع الفرق في كل لحظه على ارض الملعب، سواء في التمريرات المتقنه او ايجاد المساحات او التسديدات الصاروخيه او التمريرات العرضيه المدهشه. كروس دايما بيكون في المكان الصح وفي الوقت الصح. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، ولو ما عجبكوش اعملوا برضه، وقولوا لي في التعليقات ايه هي المهاره المفضله ليكم عند توني كروس، وهل في لاعب تاني حابين تشوفوا له تحليل. وشكرا لمتابعتكم، والى اللقاء في فيديو جاي، وسلام.